السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في مطبخكم المتواضع، قصتي مع الطبخ الأصل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وأحوال ممتازة. تلاحظوا معايا اليوم غنشارك معكم بريوات ديال اللوز تيجيو معلكين من الداخل وشاربين العسل وزوينين بزاف ومقرمشين لمدة طويلة. نتمنى ان هذه الطريقة تعجبكم وتنصحكم انكم تجربوهم وراكم ما هتندموش عليهم. وبقاو معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير، ونبداو على بركة الله. بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا. كما تشوفوا معايا انا عندي كيلو ديال اللوز بلدي، قسمته على جوج. 400 غرام طحنته مع 150 غرام ديال السكر سنيده، و 600 غرام قليته وهرمشته مزيان حتى ولا ليا بحال السميده الرقيقه، يعني ماشي مهرمش غليظ ولكن بحال السميده الرقيقه، بحال اللي غادي شويه العقده، ولكن بدون السكر، يعني مزدوش السكر، لان القياس اللي درته مع العقده الاولى راه كافي باش ما نخليوش البريوه ديالنا تجي حلوه بزاف، خصوصا انا باقا اتعسل، يعني هذاك القياس راه تيجي هو هذاك. دابا خلطت العقده ديال اللوز ونبداو نوضعوا المقادير. عندي الزبده نوازيط، تناخذوا 3 معالق كبار من الزبده الحيوانيه، يعني من جوده ممتازه، ونديروها فوق البوطه حتى تغلى مزيان وتتحيد هذيك الكشكوشه ديالها وتتغير لونها، ولكن ما نخليوهاش حتى تحرق. هذيك الساعه حنا تنحصلوا على زبده نوازيط. انا هنا هنستعمل 2 معالق كبار لان عندي اللوز بلدي. اذا كنتوا تستعملوا اللوز الرومي تنصحكم ديروا 3 معالق حيت يكون شويه ناشف. وهنزيد 2 معالق كبار عامرين مزيان من بخاليني ديال اللوز، انا صيبتها عندي في الدار، نتوما يمكن تصايبوها او تشريوها اللي تتباع في المحلات. ومعلقه كبيره من الكليكوز اللي تزيد يعطينا واحد التعليكه زوينه البيروات ديالنا. نتمنى انكم او تنصحكم انكم تستعملوه، وما يعني ما تخافوش منه، راه تيجي زوين بزاف. وطبيعة الحال راس ملعقة صغيرة من المسكة الحرة، يعني الراس ديال المعلقة، نحاولوا ما نكثروش منها باش ما تتقصحش لينا العقدة او ما تعطيناش حتى المرورة. ودابا غنبدا ندلك في هذيك في العقدة ديالنا، وانا تنزيد في مزهر، لان اللوز ملي تعطيوه الدليك مزيان تيخرج لي دم ديالو وتتكون واحد النتيجة زوينة بزاف. وخلاص ملي تنزيدوا ليها الزبدة نوازيط فهي تزيد تعطينا واحد الطراوه والفتاوه البريوه ديالنا، وتتساعد حتى تشرب العسل ملي تكون تتعسل. انا هنا تقريبا استعملت كاس كبير من مزهر باش نحصل على واحد العقده اللي تكون شويه خفيفه وطريه، ولكن نحاولوا ما نجريوهاش. واذا طحتوا في هذا الموقف زيدوها تقريبا رابعه او شويه من العقده ديال اللوز اللي تيكون مسلوق ماشي مقلي، باش تولي تجمع لكم من جديد. يعني واخا نتوما تدلكوا وتحسوا بها ان تلصق لكم في يديكم ما تخافوش، لان من بعد تشرب هذاك القوام ديالها وهذيك الزبده، يعني ما تخافوش منها. وتنصحكم انكم تكون شويه طريه تنأكد عليها. ودابا ها هي وجدات كما تلاحظوا ما قصحاش، خصوصا متى تكورات تحسوا بها رطبه وتتلصق شويه ما بين يديكم. هذا هو السر اللي تخليها من تتعسلوها ما تجيش ناشفه من الداخل وشاربه العسل ديالها. ودابا نبدا نكورها كورات على حسب الحجم، كيعتبروهم صغار متوسطين او كبار، انا هنديرهم ما بين وبين، وكل واحد على حسب الاختيار ديالو. وهنوضعهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ساعه او نص ساعه. هنا استعملت ورقه الفينو اللي تتباع في المحلات الكبرى، تنفضلها حتى تبقى محافظه على القرمشه مده طويله حتى عام. سرحت 3 الاشرطه من الورقه، دهنتها بالزبده، والطرف الاخر خليته باش نديرو فيه الطحين، لان لا قصناه بالزبده فما نبغيو نلصقوها ما تلصقش لينا، ويمكن تحل لنا وقيته اللي تنعسلوه، وقيته اللي تنقليو فيها البريوه ديالنا. الا كانت يدك خفيفه راه كديري 3 حتى 4 5 من الاشرطه في نفس الوقت. واذا كانت يديكم ثقيله بقاو تستعملوا وحده بوحده، لان الورقه ضروري تبقى ملويه في الميكا باش ما تيبش وتخسر لكم.
صافي تندير الكوارث ديالي وتنبدا نلف عليها وتنوضع صبيعاتي في القنيتات باش ما نخليش هذيك الحشوه تخرج ليا من نبدا نقليهم. انا هنا تنلوي غير بشويه باش نوريكم، خصوصا البنات المبتدئات. اما تبارك الله نصف النساء المغرب تعرف كيفاش يلويهم. غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين. انا كنت بديت من قبل، بغيت نوريكم كيفاش مصايباهم. تندير طبقه فوق طبقه وبيناتهم بلاستيك، وخصهم يكونوا شويه بعاد على بعضياتهم، وغندخلهم ليله المجمد حتى يشدوا راسهم، او ديروهم في الصباح وتخليهم حتى العشيه عاد تبداو تقليوهم. بهذه الطريقه ما تضيعوش ليكم، ما تتحلوش او ما تتلصقوش حتى مع بعضياتهم، لان هذه الورقه ديال الفيلون تتكون شويه حساسه ماشي بحال الورقه العاديه. انا هنا ديت زيت سخون، تنخليو حتى تسخن مزيان، عاد تنقصوا عليها، يعني خصنا نرميو البريوات او نوضعوا البريوات في الزيت وحنا ناقصين على العافيه ما تكونش مجهده. وتنجبد غير شويه بشويه، يعني القياس اللي غنوضعوا في الزيت ما نجبدهمش كاملين باش ما يطلقوش لينا ويضيعوا. هانتوما كما تلاحظوا يعني راه تيبقاو مفركين ومزيانين، يعني ما تتلصقوش حتى على بعضياتهم بهذيك الطريقه اللي وريتكم من قبل. صافي نخليهم يتقلاو على هذيك العافيه اللي مهيله، وما نقيسهمش دابا حتى تنحس بهم انهم شدوا راسهم. عاد تنبقى نحركهم بالمغرف غير بشويه حتى يتحمروا، وانا تنبقى نحرك فيهم. تنبغيهم شويه يكونوا محمرين، ولكن الا تبغيهم يبقاو صفر على حسب الاختيار ديالكم. من بعد ما تنشوفهم انا متحمروا تنهزهم في هذاك الصفاي وتنحاول نصفيهم شويه من الزيت، وتنوضعهم في العسل تيكون سخون، يعني ماشي بارد، انا على حسب كل واحد، ولكن تنوضعهم في العسل سخون باش نحس بهم ان نشربوا هذاك العسل. هانتوما كما تلاحظوا من وضعت البريوات ديالي في العسل كيديروا هذيك الكشكوشه، لان هذيك الكشكوشه راه ديال العسل من كان فوق البوطه وهو سخون، يعني راه ماشي كشكوشه ديال شي حاجه اخرى. وغنبقى هكاك نبرك عليهم باش يزيدوا يشربوا ليا العسل. نخليهم هذيك 3 4 دقائق وهما في العسل، ما تنحيدهمش انا دغيا، نحاول نخليهم مده طويله. وطبيعه الحال ماشي نفس المغرف اللي تنستعملها في الزيت هي اللي في العسل، راه هذه عندي وحده اخرى. صافي وتنبقى هكا نحاول نهبط عليهم وغير بشويه باش ما يتهرسوش ليا. ومن تنحيدهم رانا تنوضعهم مباشره في القصريه، انا ما تنديرهمش في الكسكاس، لان تنبغي نخليهم في هذاك العسل ديالهم ما يتقطروش منه. العسل ديال البريوات خصو يكون شويه جاري، ماشي خاطر بحال ديال الشباكيه. ونديروه فيه واحد شويه ديال المزهر باش نخفوه، يعني ما نكثروش فيه بزاف، ولكن تقريبا هكاك شي نص كاس ديال المزهر. مستمره هكا حتى نحيدهم كاملين. الوقيته اللي تنكون حاطه البريوات يتعسلوا رانا تنجبد بريوات اخرين من مجمد، يعني كميه قليله، وتنوضعها في الزيت وتنبقى مراقباها. ما تنحس بها انها بدات تحمر رانا تبدا نحيد هاد البريوات وتنوضعهم كما قلت لكم من قبل في القصريه باش نوضع الكميه الثانيه، وتنبقى هكا مستمره حتى تنساليهم كاملين. يعني تنصحكم وباقا تنعاود ما تجبدوهمش كاملين باش ما يطلقوش لينا من مجمد الزيت مباشره. وهذه هي النتيجه، تيجيو زوينين بزاف وشاربين العسل من الداخل ومعلكين يا سلام. والقرمشه راها كاينه، يعني نتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه. انتم كما تشوفوا نحل واحد الوحده، شوف القرمشه اللي كاينه وشوف العسل كيفاش يقطر منهم، حتى التعليكه ديال العقده راها موجوده كما تلاحظوا بين صبعاني، يعني شاربين العسل وبنان وبصحتكم وراحتكم. ونتمنى انكم تجربوهم. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.